المغرب ما فيها تذاكر، المغرب اصلا ما فيها صيدليات. قول قبل ما نطلع على الهواء مباشر، قول ان المغرب ما فيها تذاكر، ان الاتحاد الافريقي ما عطى الجمهور تذاكر. اي نعم قول. غبي، انت طالع مباشر، انت على الهواء مباشر، انت مخك مصدي، انت فيك شيء. المصور الله يعينك يا حبيب اخوك، الله يعينك، وان شاء الله الله يرجعك لاهلك ولاخوانك ولامك اذا موجوده خير وسلامه. المغرب قول قبل ما نطلع على الهواء مباشر، انت على الهواء مباشر، قول ان المغرب ما فيها تذاكر. غبي، هذا الاعلامي اللي من سوق الصيدي. يا صاحبي اسماعيل روح اسماعيل روح والله غنى دمون السلطات تاعنا لا ولا كاف هذا ما كان كيماتيزر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. واقف بيمليهم، بيقول لهم يقولوا إيه؟ قولوا مفيش تذاكر، قولوا التنظيم وحش، قولوا الملاعب وحشه، ما تتكلموش على كذا، قولوا كذا وما تقولوش كذا، قولوا ده وما تقولوش ده. بيوجههم يقولوا ايه يا جماعه؟ لا، روح شوف المؤثرين المغاربه اللي عملوا لقاءات مع جمهور جزائري. الجمهور الجزائري قال ايه؟ اشاد بالملاعب واشاد بالمغرب واشاد بالتنظيم. انما ده بقى اللي بيوصل لنا يا جماعه، انه بعض القنوات توقف مراسل جزائري او مراسل ايا كان منين، يقول للناس اللي طالعه، يقول للجماهير ان هم يقولوا الملاعب وحشه او التنظيم وحش او اي شكوى كايا كانت. ايه زي واحد برضو امبارح طلع لي وراه الدنيا ضلمه ويقول لك مفيش نور. طب ما انت اللي واقف في حته ضلمه يا ابني. واحد واقف زي ما انتوا شفتوا كده، يعني مشهد يحكي كتير قوي من غير ما نتكلم عليه، انه واقف بيمليهم يقولوا ايه، بيقول لهم يقولوا ايه وما يقولوش ايه. قولوا مفيش تذاكر، حاضر يا فندم هنقول مفيش تذاكر. لا حول ولا قوه الا بالله. مذيع كوكب لالي 100%. حسن الاخوان، الجزائر اليوم ربحت بواحد الزيرو بوركينا فاسو بصحتهم وراحتهم، لكن ينتظر لحظه. ماذا عن هذا المراسل الذي نسى على انه على الهواء وكيتسجل وتيهضر مع الجمهور لي سيبورتور ديال الجزائر، تيقول لهم شنو تقولوا شنو تقولوا. اكيد تدوي هنايا على لي تيكي ديال الجمهور بطبيعه الحال باش يدخل الملعب يشجع الفريق ديالو، لكن ينتظر لحظه. كيفاش كتوريهم شنو يقولوا؟ اذا هذا ولا وليتي كتبريباري الانترفيو، ماشي كدير ديك سبونطاني مع الناس شنو يقولوا الراي ديالهم. كتقول ما على جدو شنو تقولوا ردوا البال. حنا المغاربه ما خصناش نتقلقوا على هذه القضيه دي. قول لي علاش؟ حيت من بعد المغاربه قال لك لا بلاتي شنو هذا الشيء. بلاتي مالك اصاحبي، اش دخلنا حنا في هذا الشيء؟ حيت حنا ما عندناش علاقه بهذا الموضوع، حيت حنا ماشي حنا اللي كنبيعوا لي تيكي، راه الكاف. حنا اش دخلنا في الموضوع؟ خليهم بغا يديروا وقفه احتجاجيه، مي اتونسيون تكون احتجاجيه سلميه. شي واحد يتحمس ولا يدير شي حاجه هنا خارج على القانون. خذ لي راحتك، بغاو ياخذوا راحتهم، حنا مالنا، اش دخلنا منهم الكاف؟ هما اللي كيبيعوا التيكي، هما اللي حطوهم اصلا. علاش حنا نقحموا راسنا في شي موضوع بعيد علينا اصلا؟ من غير هما اللي دخلونا في الموضوع اكيد غيكون الرد، ولكن ما نظنش انهم يكونوا زعما جهلاء لهاد الدرجه هذه ويظنوا على ان المغرب هو اللي حاط التيكي الوغ كو سي لي كونترير. انا الشاب خالد حاضر تي ازر البلاد ديالو، برافو الشاب خالد، تنحترموك بزاف. التيكيات اللي هنا راهم في السطاد راهم ما كانش ديسپونيبل، سواء في البلاتفورم ولا توا السطاد ولا في توا لوتيل، راهم ما كانش لي تيكي، ما كانش حتى حاجه تيكي ديسپونيبل. ومن جهه اخرى اكيد ان الكافه تكون دابا ردت لهم البال، دابا كتفكر شنو غادي دير في هاد لي تيكي اللي كيغوتوا عليهم الجماهير. دابا راه تيناقشوا هذا الموضوع، تلقاهم دابا دايرين اجتماع طارئ دابا تيناقشوا هذا الموضوع. اكيد الكاف راك عارف. ومن جهه اخرى ومره اخرى، لا علاقه لنا بالموضوع، لا علاقه لنا بالموضوع، لما فهمني صافي قرا بين السطور. ما يمكنش على صحفيين على الجزائر. واش شفتوا الفيديو هذا دير بوم دابا؟ المذيع تلفت عند الجمهور بقى كيحرض فيهم، يقولوا التنظيم خايب، يقولوا ما كاينش تذاكر، بقى كيحرض فيهم. المشكله انه نسى الميكرو شاعر. كارثه الصراحه والله. باقي كنقولها لكم دايرين بحال العيالات الهجالات صراحه. كارثه الجمهور الجزائري، لا بالصحافه ديالو لا بكل شيء، باي وسيله بغى يبينوا المغرب خايب باي وسيله. ولكن الحمد لله حنا راه عارفين بلادنا كيفاش دايره وعارفين داكشي كيفاش غادي. محطة إعلامية على الهواء مباشرة بعدما نسي الميكروفون مفتوحا فتسرب صوت شوها عالمية. هذه هي الشوها عالمية. اش كيقول لك؟ راه المول النية وقليل النية ما كيتلاقاوش، جامي يتلاقاو. تكون غادي بنيتك راك تربح، لما ربحت مع العبد تربح مع ربي. كي تكون غادي قلت النية هذه هي هكا يصرالك.
الشوهة عالمية. الله يستر يا ربي، يا ربي تسترنا وترزقنا حسن الخاتمة. الله يستر والله يستر. انا ما بقيت ما نقول، حيت اللي غادي نقول لكم انا مغربيه ولا تقولوا لكم شي مغربيه اخرى ولا شي مغربي اخر، اعطاكم ربي سبحانه وتعالى شوهة عالميه. بركه تكفيك الصحفيين تاع البرد ومؤدي القسام لا اله الا الله محمد رسول الله. لا كانوا الصحفيين بحالك الله يعطيهم الذل، الله يعطيهم العز وما الذل راهم فيه. مراسل جزائري غير امين. المراسل ده كان فاكر نفسه ان هو مش على الهوا، وابتدى يدي تعليمات للجمهور الجزائري وقال لهم يعني اشتكوا من التنظيم واشتكوا ان مفيش تذاكر وقولوا ان التنظيم مش احسن حاجه واطلعوا على الهوا وقولوا ده. وكل ده كان فاكر ان هو مش على الهوا، ولكن للاسف كان على الهوا وكل ده بان على الهوا. يا شخص يا كريم، يا شخص يا كريم، المغرب اكرمتك واكرمت الجمهور الجزائري. الناس كلها بتتكلم بما فيهم نجم فريقك رياض محرز عن حسن الضيافه والاستقبال في المغرب. ليه اثاره الفتن بشكل غير مبرر؟ ليه دايما بنسعى ان احنا نؤجج الفتن ونعمل مشاكل ما بين الناس؟ ما الدنيا جميله وهاديه، ليه مصرين تاخدونا في حته مش حلوه خالص؟ ارجو الاعتذار وارجو عدم تكرار هذا الامر. خلي البطوله تعدي على خير والناس تحب بعض، ويمكن تكون البطوله دي يعني بادره لحل الازمه ما بين الشعبين، وان شاء الله تكون نقطه البدايه لحل الازمه ما بين الجزائر والمغرب باذن الله. يا صاحبي اسماعيل اسماعيل روح والله غنحضر مالكم على حالكم اصاحبي؟ كتحرض فيهم وكتقول لهم قولوا ما كاينينش الشيكيات، والاخر جا وجهك وقال لك واش نقول لهم السلطات ما السلطات ونسيتي كاميرا محلوله واللايف مطلق. مالك اصاحبي على هاد الحاله ومالك على هاد الحقد ومالك على هاد السم اصاحبي؟ راه الناس كاينين وسط المغرب وشافوا حسن الضيافه وشافوا المغرب فين وصل وهراب المغرب اصاحبي. راه ما كنتسناوش من شي واحد يقول لينا بلادنا كي دايره، حيت حنا بلادنا راه كنعرفوها مزيان اصاحبي. شوف اصاحبي غير الفرق بين المراسل ديال الجزائري ديال بين سبور وشوف المراسلين ديال القنوات ديالهم، راه ما كانش اصاحبي. وفي الاخبار وما عرفتش داكشي كدوزو ما كديروش درابو ديال المغرب. مالكم اصاحبي على هاد الفتنه وهاد البزاله وهاد الوسخ وهاد الصحافه الخرق؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرد بكم هادشي اللي غنقول. راه ميعتو، راه بساليتو، راه وليتو ضحكه في العالم اصاحبي. تعلم اصاحبي من الاعلام المصري وتعلم من الناس اللي واصلين. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. اكيد كلكم شفتوا الفيديو اللي قلب السوشيال ميديا وراسل قناه الهداف تحصل هو كيف برك في تصريحات الجماهير على المباشر. القصه وقعت قبل ماتش الجزائر وبوركينا فاسو. تسريب من البث فضح المراسل هو كيوشوش المشجع وكيلقنو شنو يقول، وبالضبط طلب منه يشتكي من غياب التذاكر باش يخلق ازمه مفتعله. ولكن الصدمه فين كانت؟ فاش المشجع بغى يوجه نداء للسلطات باش تدخل. هنا المراسل قاطعه فورا وبصراحه ما بقى ليه لا ما توجهش رسائل، ركز ليا غير على التذاكر فقط. هاد اللقطه كشفات كيفاش كيتم توجيه الراي العام في الكواليس. في رايكم واش هذه مهنيه صحفيه ولا تلاعب بالعقول؟ خليوا لنا رايكم في التعليقات والسلام عليكم. فضيحه جزائريه اخرى على الاراضي المغربيه في بطوله كاس افريقيا. تخيل معايا عزيزي المشاهد، صحفي جزائري مش كان واخد باله ان الكاميرا بتصور وان الفيديو ده اتذاع والكل شافه ومنتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير. صحفي جزائري بيقول للجمهور الجزائري بيمليهم الكلام قبل ما يتكلموا، بيقولوا لهم انا عايزكم تقولوا ان احنا مش لاقيين تذاكر ندخل بيها المباراة. والفيديو انتشر، مش واخد باله ان الكاميرا بتصور ونزلت الفيديو ده على الهوا. فضيحة، انا شايف ان دي فضيحة وكارثة على الهوا. وده اكبر شيء يدل ليك ان الصحفيين الجزائريين رايحين المغرب علشان يشوهوا صورة المغرب، بس رايحين المغرب علشان يشوهوا صورة المغرب. معناته ايه صحفي جزائري يوشوش الجماهير الجزائرية ويقول لهم عايزكم تقولوا على الهوا ان احنا مش لاقيين تذاكر ندخل بيها الاستاد؟ بيملوهم الكلام، بيعرفوهم هيقولوا ايه قبل ما يتكلموا. ايه ده؟ ايه كمية الحقارة والسفالة دي؟ انا عمري ما شفت كده قبل كده، اقسم بالله عمري ما شفت كده قبل كده.
وكل يوم نشوف حاجات غريبة وعجيبة بتحصل من الصحفيين الجزائريين. يعني امبارح شفنا صحفي جزائري رايح يصور في مكان ما فيهوش إضاءة، رايح يصور في مكان ما فيهوش ناس ولا في إضاءة ولا في أي حاجة، بيصور كده والخلفية وراه سودة. علشان يقولوا إيه؟ علشان يقولوا إن المغرب ما فيهاش تطور، علشان يقولوا إن المغرب فيها أماكن أي كلام، عشان بس يسيئوا أو إن هم مثلا يقللوا من المغرب. هم بيحاولوا على قد ما يقدروا إن هم يقللوا من المغرب. ليه؟ السؤال هنا، بتعملوا كده ليه؟ ليه بتعملوا كده؟ يعني المغاربة بيحترموكم واستقبلوكم أفضل استقبال وعملوكم أفضل معاملة، انتوا بتعملوا كده ليه؟ أقسم بالله دم اتحرق النهاردة قبل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، لما شفت الصحفي وهو بيوشوش بيتكلم كده مع الجماهير، بيقولوا له ما تقولوا ايه وما تقولوش ايه. الواحد مستغرب. سبحان الله. شوف ربك كبير، ربك عشان يفضح الصحفي ده وعشان يفضح الصحفيين الجزائريين الكاميرا كانت شغاله، هم مش واخدين بالهم. على الهوا كانوا على الهوا مباشر